هذه المهزله اللي راهي صاريه كيحكم بزاف ونجح في الانتخابات. واش قال؟ قال لك انا ساكتسح افريقيا بالدبلوماسيه وبطريقتي الخاصه. لجنه التحكيم تاع العكاف ما كان فيها اي ممثل جزائري، هذه الصفعه الاولى. في السنوات الاخيره ثوره تمثل الجنوب، تمثل الجزائر بانضباط، بالتزام، بنتائج مسجله يفرق هناك، هذه نعترف بها. ولكن شوف الوضعيه اللي يعني انتم كاعلاميين كيفاش القضيه هذه؟ الكاف علمت الفا الاتحاد الجزائري. هل يعني كان الاتحاد الجزائري كان قادر يأجل مثلا المقابله في ظرف اسبوع ولا لا؟ من الناحيه القانونيه لا يجوز، مانيش عارف. المهم تكلموا لنا على القضيه هذه. تفضل رضا. تفضل. شوف مراد، مع كل احتراماتي للاشخاص، اضعف اتحاديه لكره القدم رانا نعيشوا فيها حاليا. اضعف اتحاديه، يعني نقول لك اضعف من اي ناحيه مراد؟ وانا مسؤول على كلام. راح نبرر لك انا مراد، انا كي نهضر لك ما نقدرش نقول لك هكذا. نعطيك انا مثال. شبيبه الثوره قبل اقل ساعات قليله بدلوا لهم الملعب، ولو ان القانون يمنع. شبيبه الثوره كانت قادره ما تلعبش المقابله لانه القانون يقول 10 ايام من قبل. هذه اللي قلت انا. ديرنيير مينوت بدلوا لهم الملعب بحجه ان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم منعت ولا عطات تعليمات انه الملاعب اللي تحت هذا النشان ما تلعبوش فيها. وهذه سي انكور بلي غراف. سي انكور بلي غراف. علاش؟ عشناها كوب دافريك ولعب الكاميرون، لعبت في الملعب الكاميرون، غينيا الاستوائيه، كلهم كانوا يلعبوا. اليوم قضيه مبدا، خلينا نقولوا الجزائر قضيه مبدا، انت ما تجيش تحكم فيها. انا عندي الملاعب، انت المشكله تاعك انه في بدايه البطاله يكونوا الملاعب واجدين. صح. هذه ما تنساش بلي هذا القرار يا مراد اثر ماشي على شبيبه الثوره اللي كانت ضحيه مؤامره من برا ومؤامره من الداخل، لانه ما شفنا اي رياكسيون تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم. الور كو من قبل داروا بيان في الاتحاد الجزائري لكره القدم يتهدوا فيه على الصحافه، هذاك البيان اللي كنا نسموا فيه بيان العار. اليوم بصح كاين مؤامره. دليل، عطينا دليل. نعطيك مراد دليل. عطينا دليل يا مراد. القانون تاع المنافسه الافريقيه يقول انه ما تقدرش تغير الملعب الا مده 10 ايام من قبل. في ديريير مينوت قبل 48 ساعه ولا اقل بدلوا لهم الملعب. هذا امر غير منطقي. هذا اليوم الاتحاد الجزائري وين راه من كل هذا؟ لانه اليوم شبيبه الثوره تاثرت. رضا نعم. القانون تاع المنافسه الافريقيه وهو نفس القانون تقريبا في الكاف ولا لا؟ يتكلم على تغيير الملعب بالنسبه للنادي. بالنسبه للنادي وليس بالنسبه للاتحاد الافريقي. انت النادي ما بين الاتحاد الافريقي قرر تغيير ملعب. علاش؟ خلينا نتكلم معك. تفضل. الاتحاد الافريقي لكره القدم لجنه المنافسه تقرر تغيير الملعب لاسباب معينه، لظروف قاهره، لامور معينه. ولكن الفريق المستقبل اللي يستقبل هو ما عندوش حق يغير الا قبل كما حكيت 10 ايام. الان اللي يستقبل الفريق اللي يلعب في المدينه نتاعو لازم يعلم الامانه العامه ويعلم الفريق المنافس والكاف على انه راح يغير الملعب. صح، عنده وقت، عنده 10 ايام. هذا اذا كان وقع له مشكل. ولكن الاتحاد الافريقي لكره القدم اتخذ القرار هذا طلب انه لا يلعب في قضيه الشان ولا حاجه. هذه قضيه واحده اخرى. هذه قضيه واحده اخرى، ما نربطوش مع بعض. القانون يقول 10 ايام من قبل. انت نادي تمثل الجزائر في كاس الكاف، عندك انت من قبل 10 ايام تقول الملعب تاعك وين راح تستقبل. شبيبه الثوره قبل 10 ايام داروا باللي الملعب تاعنا هو وهران. ممتاز. انت الكاف راك تقول في ظروف قاهره. ظروف القاهره وش هي هذه الظروف القاهره؟ انا نتكلم على قرار الكاف اللي هو غير منطقي. هذا لا انا حبيت نفهمك باللي كاين الفرق ما بين تغير الكاف وبين الفرق الكاف غلطه. شكون اللي يحمي هذه شبيبه الثوره؟ شكون تحميها؟ الاتحاد الجزائري لكره القدم. وراه بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم. هذه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم راسلت الهيئات المعنية، راسلت الكاف ولا رجل التنظيم الشان، قال يا جماعة لا ما نقدروش نبدلوا ملعب في ديريير مينوت. هذا نقطة. هاو اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بطالب إلى الاتحاد إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل أن يستقبل المنتخب الوطني
فريق جنوب افريقيا في مباراه وديه بملعب حمداوي. انت كيف دير دو بوان دو ميزور؟ انت شبيبه الثوره ما حضرتش. منتخب المحلي تاع بوقره ما حضرتش. هاو راح المنتخب المحلي يحضر في الشان اللي راح تجرى في الجزائر، راح يحضر فيها في طبرقه في تونس. ما حضرتش، ما درتش مراسله من اجل ده. كونت يساجي دو ليكيب ناسيونال جمهوريه وحدها تما لازم نديروا بيان ونراسلوا الكاف الى حافظ. ما نقدرش نقولوا بلي الكاف اليوم عندها الحق. لا ما قلتش عندها الحق. لا كاين تقول لي من ظروف قاهره. واش من ظروف قاهره؟ لا قلت لازم تقرا القانون بطريقه صحيحه. انا قريت القانون. احنا على بالنا بلي القرار ذاك غير صحيح، انه ما يقدروش يفرضوا عليك انك ما تستعمل. افرض انت انه ما زالت 4 شهر على الشان هذه، معناها انت الملاعب تاعك تبقى مغلوقه. لا ما هما داروا هكذا. انا يعني معاك، ولكن انا حبيت تعمل قراءه صحيحه للقانون فقط. شوف باش نختموا الملف هذا. شوف القضيه تاع منع شبيبه الثوره من الاستقبال في ملعب ميلوداد في بوارا. هذا القرار وين تاخذوه؟ القرار خذوه نهار جات اللجنه هذيك تاع تراقب الملاعب لما لعبنا مع غينيا ونيجيريا. ثم كانوا مع اللجنه المنظمه للشان تاعنا، يعني داروا هذا الاقتراح، واللجنه تاعنا طلبوا من ممثلي الكاف اللي جاوا الجزائر، قال لهم اعطوها لنا كتابيا. الان هل الكاف تاخرت من ذاك الوقت حتى للان باش راسلت الاتحاديه، ام راسلوا الاتحاديه والاتحاديه احتفظوا بهذه الوثيقه وما بينوهاش حتى 48 ساعه قبل المباراه؟ هنا يلزم الاتحاديه تبرر علاش 48 ساعه قبل المقابله باش قالوا ليش الثوره تمشوا تلعبوا في الصيف. في كلا هذه سواء هذه اليوم شبيبه الثوره هي ضحيه بصح، والاتحاد الجزائري مخطئ في كلا الجهتين. شوف. اذا كان على باله وما قاش للثوره هذه راهي الطامه الكبرى، واذا كان تفاهموا مع هذه لجنه الشان كانوا قادرين يقولوا يعنوا عليها في الوقت المناسب. اسمع مين المفروض ما نعطوش الحريه للكاف باش تقرر؟ مين المفروض؟ عندنا ملاعب تاعنا، انا نعرف ملاعب ماشي 3 شهور قبل ما تبدا المنافسه يقول لك ما تلعبش الملعب فلاني، هذه عمرها ما صرات. مين المفروض عندك ملاعب جاهزين اسبوعين او 20 يوم قبل تبدا المنافسه، تغلق هذه الملاعب باش دير صيانه خفيفه وتنطلق المنافسه بشيء عادي. اليوم على حسابك رانا كل الفرق راهي تمشي للصيف، يعني في ميزك واللاعبين المحليين تاعنا هذا ملعب الصيف. طبعا هذا ملعب الصيف راهو اليوم 6 فرق تلعب فيه اتحاد الصيف، وفاق الصيف، الثوره، شبيبه القبائل، يسمى شباب الوزن، كاع يمشوا للصيف. نكمل برك ندير قوس برك. هذه المهزله اللي راهي صايره كي حكم بزاف ونجح في الانتخابات. واش قال؟ قال لك انا ساكتسح افريقيا بالدبلوماسيه وبطريقه خاصه. لجنه التحكيم تاع العكاف ما كان فيها اي ممثل جزائري. هذه الصفعه الاولى. الصفعه 2 هاوش رانا نشوفوا اليوم تاع كيما نقولوا احنا قرارات هكذا من الفوق بدون اي تدخل من الجهه المعنيه. احنا وفي انتظار ان شاء الله ما يتكررش هذا السيناريو في كاس افريقيا 2025 اللي رانا نستناو فيها بفارغ الصبر. إذا كان هذا موضوع خاص بشبيبة الثورة. سي دوماج، يعني نتأسف لأنه كان فريق في الطريق الصحيح، ولكن احنا نطلبه من اللاعبين والمسيرين وخاصة محمد زرواطي اللي هو لعب دور كبير على رأس الفريق، أنه ما هو اكسيدون دو باركور ماهوش مسؤولين عليه على كل حال. نبقاو نفتخر. راح المدرب كذلك. قالوا المدرب تاعهم شردود، علما أنهم أقالوا من قبل المدرب البيضاوي التونسي هذاك. شكرا بارك الله فيكم. طالق بالطرادي. انا نشوف حضارات راه غير يتبع. لا سقم هضرتك اليوم مراد. سقم هضرتك. اسمع واش حسين قال لي عدل روحك. عدل روحك اليوم. أنا نشوف في حضارات راه يتبع فيكم امور، ولكن هذه الحقيقه اللي خاصه بالمنافسه سواء كانت افريقيه ولا محليه. سؤاليه باش تبقى دائما معهم فيها.
على مستوى الشرطه يعني يفتخروا كذلك، ويكون كلام في الوسط تاع الامن الوطني فيما يخص النتائج هذه اللي سجلها مثلا شباب بالكور، شباب الوزداد، شباب القبائل، اتحاد العاصمه، يعني يفرحوا كثير. لا بلا. شكرا. اولا عايشك الله يسلمك. خليني نرحب بالمشاهدين الاكارم، شكرا على هذا النقاش الثري. بطبيعه الحال نحن قبل ان نكون رجال امن او شرطه لنا باع في تامين هذه المباريات، ونفتخر بهذه الانجازات التي تقدمها هذه الفرق التي لها باع في البطوله الوطنيه وحتى البطوله الافريقيه، ومزيد من الاستحقاقات والانتصارات في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعطيك